السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا أكلة حرشة وأكلة خفيفة من الأكلات السريعة هتعجبكم معايا إن شاء الله. ما تنسوش المتابعة واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد معايا من مطبخ مرجان. أكلة هتعجبكم إن شاء الله. صدق حاجة تحفة بطريقة ومواصفات عالمية. زي ما انتم شايفين طاسة سخنة على النار ونزلنا فيها بشوية زيت ونزلنا بيها بالصدق ونسيبه معانا لحد ما يتشمع بالطريقة ديت. وحاجة ما شاء الله، صلي على النبي كده. خش معايا وتابع معايا الطريقة للآخر. حاجة هتعجبكم إن شاء الله. بعد ما تشمع معانا وتاخد التحميرة بتاعته نزلنا ببصلاية. حاجة ما شاء الله وريحة تحفة. ننزل بشوية توم ونسيبها تاخد وتدبل، تاخد وتدي كده مع الصدوق لحد ما تدبل معانا. خلوا النار عالية شوية معاها. من الأكلات الخفيفة والسريعة ديت، ما تيجي مع ست البيت اللي بتشتغل، اللي مش فاضي، اللي أكلة عزاب يعني. بس هتعجبكم إن شاء الله. نزلنا بفلفل حامي وفلفل كوبي الخفيف يدي معانا ويسكر معانا شوية. والأكلة دي بتاكل وهي حامية بصراحة، يعني عاملة زي الكبدة الإسكندراني. نزلنا بطماطماية هنسيبها معانا لحد ما تتسبك معانا شوية برضو. ونزلنا بمعلقة صلصة ومعلقة هريسة. من الأكلات السريعة. أكلة زي ما بيقولوا كده أكلة سوقي، بس حاجة من الحاجات اللي يعني إيه للتغيير. نمكسها مع بعض كده لحد ما تتسبك معانا وتاخد وتدي مع بعضها زي ما انتم شايفين. وننزل بالبهارات بتاعتنا، ملح وفلفل أسمر وجوز الطيب وبابريكا وكمون ورشة كزبرة. نقلبهم مع بعض. ده طاجن بقى، يتقال عليه طاجن. حاجة من الحاجات التحفة اللي احنا بنحبوها والأكلات الخفيفة اللي الناس كلها بتحبها وما يختلفش عليها اتنين. حاجة ما شاء الله. بصوا الشكل، شكلها لوحده يجوع ويأكل. ريحتها ما اقولكمش. نقدمها مع بطاطس، مع مخلل، اللي حابب اي حاجة. يا رب تكون الطريقة عجبتكم. اشوفكم على خير في وصفة جديدة من وصفاتنا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تشوف كل جديد معانا من مطبخ مرجان. احلى الوصفات واحلى الوجبات.